السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو شاتو. اسرع كيكه ممكن تعمليها، اسرع حاجه حلوه بجد ممكن تعمليها ونتيجتها تحفه قوي. مقاديرها سهله وبسيطه وفي دقايق كده هتكوني حضرتيها. يعني لو عايزين تاكلوا حاجه حلوه ومحتارين تعملوا ايه، اعملوا بجد الكيكه التحفه دي. وكمان الصوص اقتصادي جدا وسهل وبسيط من غير شوكولاته، بجد تحفه جدا. تابعي بقى معايا الفيديو للاخر. ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي كمان في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. وفي الخلاط هنضيف كوباية من السكر، ضفت عليها كوباية من اللبن او الحليب، ضفت كمان كوباية من الزيت ونص كوباية من الكاكاو الخام. استخدموا بقى هنا كاكاو خام يكون طعمه حلو عشان يطلع معاكي الكيكة او الصوص طعمه حلو. وضربنا المكونات اللي قلنا عليها كده في الخلاط، وهنلاقي قوامها تقل وبقى صوص تحفة جدا زي ما شايفينه كده. في دقايق حضرناه. هناخد بقى كده من الصوص ده كده كوباية. تحفة جدا، اسرع صوص شوكولاتة ممكن تعمليه وقوامه مظبوط جدا، تحفة كمان قوي. لما بيبرد كمان بيتقل اكتر. في نفس الخلاط بقى هنضيف كده بيضتين، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، نقطتين من الفانيليا السايلة او البودر، وهضربهم في الخلاط لمدة كده دقيقة او دقيقتين لحد ما يختلط كويس جدا البيض اللي احنا ضفناه مع المكونات. وخلاص كده هجيب بولة تانية هضيف فيها كوباية واحدة بس من الدقيق، وهضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيس. ضفت كمان رشة من الملح، وهقلب المكونات الجافة دي مع بعض الاول، وبعدين هننزل عليها بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، وهقلب كويس لحد ما يختلطوا كويس مع بعض بالمضرب اليدوي كده زي ما شايفين. وبجد الكيكة دي تحفة جدا، سهلة كده وبسيطة وما اخدتش معانا وقت خالص، وكمان مقاديرها سهلة جدا وكمان اقتصادية الى حد ما زي ما شفنا كده. هتأكد ان الخليط كله اتقلب كويس جدا. وبعدين هجيب صينية، الصينية دي مقاسها وسط، وهصب فيها خليط الكيك. الاول دهنت الصينية بشوية من الزيت او السمنة، وهندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 او وسط على الرف الاوسط. بتقعد كده من حوالي نص ساعة لساعة الا ربع، مش بتاخد وقت. اول كده ما نشم ريحة الكيك بنبدأ نفتح عليها، مش بنفتح عليها في الاول خالص. وبعد ما طلعت معانا زي ما شايفين كده بدأت اعمل لها كده فتحات بعود الشيش طاووق او بالشوكة او بالسكينة، عشان طبعا لما نضيف الصوص كده تتشرب كمان الكيكة من جوه من الصوص. وضفت عليها كوباية الصوص اللي احنا شلناها كده في الاول على جنب، ضفتها كده كلها وبدأت اسويها زي ما شايفين كده بالمعلقة. وبكده خلاص الكيكة جاهزة معانا او الجاتو شاتو. في الاخر بقى حبيت كده اضيف لها البسكوت ده كده وكسرته يعني للتزيين مش اكتر، وكسرت كمان شوية كده منه وضفته كده على الوش. طبعا بقى بندخلها التلاجة اقل حاجة كده ساعة قبل ما بنقطعها، وبتطلع معاكي تحفة جدا، من احلى وصفات الكيك اللي ممكن تعمليها واسرعهم. وهبدأ اقطعها كده على شكل مستطيل زي كده الجاتو. لو حابة بقى تقطعيها على شكل مربعات زي ما تحبي. وده كده شكل معانا الكيكة او الجاتو، تحفة جدا بجد، شكله حلو وطعمه كمان احلى. الكيكة بجد من جوه هشة جدا، ناجحة قوي. جربوها بجد هتنجح معاكم على طول. من وصفات الكيك الناجحة السريعة بجد التحفة اللي طعمها حلو قوي. وكمان كل ما استخدمتوا كاكاو خام نوعه حلو كل ما هيطلع معاكم الجاتو طعمه احلى. زي ما شايفين كده هشة جدا، وطبعا كل ما سبناها بقى كل ما هتتماسك اكتر. اتمنى بقى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله، وصفات جديدة وافكار وابتكارات جديدة. واسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.